ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ طبعا كلكم عارفين ومتأكدين ان انا شخص محنك ودارس في المصارعة. خلي بالك انا راجل محلل مخضرم. طب اتفضل ودارس كمل. بره وجوه مش جوه. فعشان كده هستعرض معاكم في الفيديو ده اسوأ واقذر وانتن 7 مصارعين في تاريخ ال WWE. هتقولي اشمعنى 7 ليه مش 10 مثلا او 5؟ هقولك باختصار. مالكش دعوة، مالكش دعوة. بهزر والله خلاص. طبعا مش محتاج اقولك ان القايمة دي من وجهة نظر العبد لله. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب عشان بتعب في الفيديوهات دي جدا. وبس كده نبدأ الفيديو. في المركز السابع جندر مهال. جندر مهال هو واحد من اشهر المصارعين الهنود اللي جم في تاريخ الاتحاد، وحرفيا يا ريته ما جه، لان من الاخر كده محدش كان طايق جندر مهال، لانه ولا بيعرف يتكلم على المايك ولا عنده اداء على الحلبة ولا عنده شخصية عادة. يمكن جندر مهال هو احسن مصارع هندي جه WWE، بس ده برضه ما يمنعش ان هو مصارع تعبان. حرفيا جندر خد دفعات كتير ما كانش يستحقها، وكمان لما حصل القرار العبثي وكسب لقب الاتحاد من راندي اورتن قدم واحدة من اسوأ الفترات باللقب. حرفيا الواد كان بيعمل عداوات كارثية وكان بيكسب كل ماتشاته بالغش. ده غير كده كمان جندر من المصارعين اللي ما تديلهمش امان على الحلبة، لانه بجد عمل اصابات لمصارعين كتير قوي زي مصطفى علي ويد باريت وسيس رولينز. كل ده ما يخلكش تنسى البوتش الشهير اللي عمله قصاد جيف هاردي في عرض جريتست رويال رامبل في السعودية. في المركز السادس اوماس. حرفيا يا جدعان اوماس ده مصارع تعبان فشخ، وبجد هو من اسوأ المصارعين الطوال اللي جم في التاريخ. يا جدعان اوماس ده بيعرفش يعمل اي حاجه ليها علاقه بالمصارعه. اولا اوماس عمره ما مسك مايك 3 دقايق على بعض. ثانيا اوماس اداؤه على الحلبة كارثي، وما عندوش غير حركتين 3 بيكررهم كل ماتش، عشان كده تلاقي معظم ماتشات اوماس ما بتعديش ال3 دقايق على بعض. ثالثا اوماس ما عندوش كاريزما بربع جنيه، كل اللي هو بيعمله انه بيعمل بوز البطه بتاع الفنان محمد رمضان. طبعا اكبر انجاز عمله اوماس في كاريره ان هو لعب ضد الوحش بروك ليزنر في ريسلمانيا 39، وطبعا مش محتاج اقولك انه كان ماتش يقرف الكلب الميت. وبس كده نروح للمركز اللي بعده. في المركز الخامس الاسطوره تونجا لوا. So you know wrestling is pumping through my veins. على ان الراجل ده شكله رافع شريك. الواد اللي حرفيا بيعمل بوتشات اكتر ما بيستحمل، لدرجة ان في فيديو كامل اتعمل عن بوتشاته ده، حتى في الوطن العربي طلعوا عليه اسم بوتشا لو عشان بوتشاته يعني وكده. غير كده بقى فحرفيا اداء تونجا لو على الحلبة كارثي بكل معنى الكلمة، اللي هو تحس ان الضرب بتاعه سلو موشن، يعني اكيد كلكم شفتوا هو كان بيضرب وكده ازاي، حرفيا سلو موشن. ونيجي بقى للديبيو بتاع تونجا لو. طبعا الديبيو بتاع اي مصارع لازم يبقى قوي عشان ياخد البوب من الجماهير، بس حرفيا الكلام ده يمشي على كل المصارعين ما عدا تونجا لو، لان حرفيا الواد ما رضاش يعدي الديبيو بتاعه من غير ما يعمل البوتش العبيط ده غير طبعا البوتش بتاعه مع كودي رودز وكيفن اوينز والبوتش بتاع رفع اللقب. فيعني بصراحه بعد كل ده كان لازم تونجا لو يكون في القائمه دي. وبس كده نروح للي بعده. في المركز الرابع ذا بوجي مان. وانا مش جاي في الفيديو ده عشان اختصر لك مسيره البوجي مان، بالعكس ابسولوتلي، انا دلوقتي عايز اعلمك ازاي تعمل البوجي مان في البيت. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ اول حاجه كده انت هتروح تجيب شويه بويه حمرا، خضرة حمرا. وبعدين هتجيب شويه دود كتير كتير قوي، وبعدها هتجيب انسان، وبعد كده هتاخد الدود ده كله وتحطه في المهم فكك من العبث اللي انا قلته ده ونتكلم كلمتين جد. البوجي مان هو واحد من اقذر المصارعين اللي ممكن تشوفهم في حياتك. مصارع كل اللي بيعمله ان هو بيحط دود في بقه عشان يخوف الجماهير، ويعني انا الصراحه مش شايف اي حاجه مخيفه في كده. يمكن الحاجه الوحيده اللي هو بيعملها ان هو بيقرف الجماهير، اللي هو تخيل كده تشوف حاجه زي كده في الحقيقه اكيد هترجع. فبس نروح للمركز اللي بعده. في المركز الثالث الاسطوره الهنديه المصارع العمود ذا جريت كالي. ذا جريت كالي هو واحد من اطول واسوأ المصارعين في تاريخ الدبليو دبليو اي، المصارع اللي جه دبليو دبليو اي عشان يكون واجهة المصارعة الهندية في الاتحاد. بس حرفيا جريت كالي فشل ذريع، لان رغم ان كالي خد فرص كتير فشخ ما قدرش برضه انه يثبت نفسه. يعني عايزك تتخيل ان عمود النور ده كسب الاندرتيكر وشون مايكلز، ومش كده بس، لا ده بعدها كمان كسب بطولة الهيفي ويت، وده في حين ان كان في عتاولة في الشركة ساعتها، يا عم اندرتيكر، جون سينا، راندي اورتن، باتيستا. المهم بعد ما الدبليو دبليو اي فشلت مع ذا جريت كالي بتبدأ مسيرته تهبط واحدة واحدة لحد ما بيلاقي البديل الهندي، وياب إنه الأسطورة جندر مهال. في المركز التاني داستي رودز الجيل، الأسطورة الحية أوتس. يا حلاوتك يا كرشه. ايوه كده، ايوه كده، وبلو راي اهو وعلى طول. المصارع اللي محتاجش انه يطلع السلم عشان يكسب الشنطة، المصارع اللي بيعرف يعمل كل حاجة ما عدا المصارعة، راقص محترف، حيوان، كوميدي. المهم اوتس هو فعليا واحد من اسوأ المصارعين اللي ممكن تشوفهم في حياتك. مصارع ما عندوش ولا شخصية ولا اداء على الحلبة ولا اداء على المايك،
حرفيا اوتس كل اللي هو بيعمله ان هو بيقعد يعمل حركات عبيطه بجسمه عشان يضحك الجمهور، وللاسف ان الاسطوره ده كسب الماني ان ذا بانك قبل كده. يعني بجد انا عايزك تتخيل ان ده كان ممكن يصرف الشنطه ويبقى بطل عالم في يوم ما. الراجل ده الناس زعلانه عشان جي اوسو كسب الرويال رامبل، ما بالك ده بقى لما كسب الماني ان ذا بانك. انا بس عايزك تتخيل كده لو كان في جمهور في العرض ده، حرفيا كانوا هينزلوا في المركز الاول المصارع اللي انا مستحق اقول اسمه منصور الشهيد، المصارع السعودي اللي في يوم ما كان الكل بيحبه وكنا معتبرينه وجه للعرب بشكل عام في الدبليو دبليو اي. بس للاسف منصور بعد ما كان جاي يبيض الوجه سوده حرفيا، جايين نبيض الوجه، لانه اتحول من مصارع راجل لمصارع عجل ومشاه عجل عشان الفيديو ما يتمسحش. وانا حرفيا ما عنديش مشكله انه يبقى شاذ، يا عم يتحرق، يا عم يتحرق. المشكله ان هو في فتره من الفترات كان بيمثل العرب، ولما السعوديه قررت ان هم خلاص مش عايزينه يظهر في العروض السعوديه وكده، الدبليو دبليو اي دفعت له مبلغ محترم عشان يعمل في نفسه كده ويسوق اسم العرب. يعني عندك مثلا مصارع عربي تاني زي سامي زين، حرفيا سامي زين هو فخر العرب الحقيقي، ومن المصارعين القليلين اللي بتدعم القضيه الفلسطينيه في العالم كده، حتى لو الدبليو دبليو اي بتمنع الكلام ده. وبس كده، اتمنى لو انت وصلت لحد هنا تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات عن الحوار ده. وبس كده.